بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. يجعل أيامكم يا رب في سعادة وفرح وراحة بال بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ روتين جميل، ويا رب يكون خفيف على قلوبكم وتستمتعوا بيه. أتمنى تضغطوا لايك من قلبكم عشان خاطر تتفاعل معايا القناة. ربنا يخليكم يا رب ليا وما نحرمش منكم، بحبكم في الله ويدومكم عز في حياتي يا رب، اللهم امين. تعالوا مع بعض النهارده زي ما شايفين. اول حاجه النعناع ده جبته من كام يوم وغسلته ونضفته كويس خالص، وبعد كده نشفته. بحتفظ بالعروق بتاعته زي ما شايفين، مش بعمله ورق لان الفايده في العروق اكتر وبتدي الريحه الجميله والحلوه. تعالوا مع بعض النهارده هنبدا الروتين زي ما شايفين، وهندخل على البلكونه ونصلي على النبي كده. هنزعق البلكونه كويس. عارفين ان البلكونه دي اكتر مكان للاسف التراب بيتملي فيها، تمام، وخاصه لو كان لون فاتح، تمام، عشان خاطر هي بتبقى على الشارع حتى لو مش على الشارع الرئيسي، تمام. وبعد كده البيبان بتاعت البلكونه هناخدها معاها، تمام. ولو في وقت معاكي او كده بمسحها بميه، بصراحه بجيب قماشه وبمسحها بميه لان ساعات بيبقى التراب متراكم عليها، تمام. والسطحيه بتاعت البلكونه مسحتها قبل كده معاكم وغسلتها، وزي ما شايفين الوضع كما هو عليه برضو مش نظيفه خالص، تمام. فهحاول على قد ما يعني قد ما اقدر، انا اسفه، انضف فيها عشان ورايا تنظيف وحمام وصاله ومعايا غسيل. فاليوم النهارده كله اليوم العالمي للتنظيف بالنسبه لي، فعشان كده هاخدكم في جوله في تنظيف حاجات كتير خالص معايا عشان خاطر ايه نشجع بعضينا، تمام. اول حاجه هبدا بغسيل الاولاد. زي ما عارفين الشتاء داخل وهدوم الشتاء كتير خالص، للاسف 3 4 غيارات مش عارفه ايه، وخاصه لما يكونوا اطفال صغيرين بتبقى كل دقيقه بتغير لهم الهدوم لو لعبوا في الميه كده كده. فخلاص حطيت الغسيل زي ما شايفين، وهبدأ معاكم دلوقتي على الحمام والحوض. الحوض الابيض بصراحة بيبقى منظره جميل جدا وكده، بس بصراحة بيوسخ بسرعة. يعني ممكن تكوني غسلاه في الصبح ويوسخ معاكي، تمام، يوسخ بالليل، اي حاجة، بس هو شكله بصراحة بيبقى شيك وحلو. احلى اطقم الحمام الاطقم البيضة، تمام. لو عايزة فيه ألوان تاني بيبقى اللون السيموني، بعد كده بيبقى اللون الروز الهادي خالص خالص، تمام. قصدي مش الروز، قصدي الرمادي، بيبقوا حلوين خالص وبيستحملوا معاكي. بس بصراحة هو البيت دي رونق أكتر. زي ما شايفين هو اللون الأبيض. زي ما شايفين الأرض متوسخة خالص معايا، لأني قبل كده وقلت لكم أنا أرضية الحمام جريت المطبخ معايا دلوقتي، لأن الحلة بتاعت المطبخ دي اللي بيغسل فيها المواعين واسعة معايا، تمام. فبتنزل المية في المطبخ تحت، فبضطر ان انا اجرها كل يوم على الحمام، فالحمام بيتوسخ. هغسله معاكم دلوقتي زي ما شايفين، وهغسل الحمام والمطبخ كويس. انا اسفة على المنظر بس انتوا اخواتي فحبيت اوريكم، تمام. بعد كده هدخل على ايه بقى؟ طلعت للفراخ فوق. زي ما عارفين الفراخ دي يعني زي البني ادم بتاكل زينا، فما ينفعش نتاخر عليها بما ان العلف غالي. قلت لكم قبل كده على وصفه هتلاقوها عندي في القناه، اتمنى ان انتوا تشوفوها لو محتاجينها. هتوفر عليك كتير من العلف، تمام. همسك شويه عيش، تمام، واحطهم على البرسيم، تمام. جبت شويه برسيم حلو الخضره خالص معاهم، هوزع شويه برسيم هنا وشويه برسيم هنا، وبعد كده هحط لهم العيش بتاعهم، تمام. بعد كده زي ما شايفين هحط لهم، هقسمهم له على 3 عشان يعرفوا ياكلوا، رغم ان هم ما تعرفش ان هم بحسهم بيتراكموا في مكان واحد، تمام. او ما اعرفش بيحبوا بعض بقى ولا ايه، فبحسهم مش كله. لو في اكياس، لو في اي حاجه في الاوضه كده كده تلميها لان بتتلف على رجليهم، تمام. اهي زي ما شايفين اخدتكم بجوله سريعه على الطيور بتاعتي، بحبها خالص، تمام. وبحاجه مسليه، بس والله مع الاولاد يعني شغلانه تانية، يعني رغم ان هي حاجه مسليه. قبل الاولاد كنت احبهم كده واكل فيهم واربي فيهم، بس مع الاولاد تحسيهم مسؤوليه، عايز تطلعي لهم، عايز تدي لهم ميه، عايز تدي لهم حاجات زي كده. تعالوا مع بعض بقى هوريكم مشتريات اللي عدي على قد الايد، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. المشتريات دي انا والله بجيب لاولادي خامه حلوه ونظيفه خالص، تمام. بس بصراحه يعني عجبتني الخامه. احنا كنا ساعتها في اسكندريه، كنا في اواخر الشتاء في نهايه شهر 3، رحنا المنشيه. اللي يعرف المنشيه يعني من اسكندريه او راح قبل كده اسكندريه،
بجد الخامة عجبتني حلوة خالص. القطعة ب30 جنيه البنطلون والتيشيرت دفاية طبعا ما ينفعش يخرج بيهم وكده، فحتى متبطنة حلو خالص هوريها لكم. تمام. فاشتريت 2. هو عنده بيجامات وعنده حاجات كتير، بس العيال بتحب هدوم كتيرة. دي معلش انا اسفة على المنظر هغسلها، دي شوكولاتة. تمام. فاتكبت عليها. تمام. فعجبتني خالص. الاولاد بتحتاج يعني ممكن في البيت تمشيها باي حاجة، لاني بتحتاج الاولاد هدوم كتير خالص، يلعب في الميه مثلا، يبوظ حاجه كده كده، بتحتاجي تغيري مره واثنين وثلاثه. فخليكي مثلا في المتوسط وفي الرخيص وفي الغالي، خاصه الشتوي بصراحه. بحسه يعني بيعيش اكتر واكتر، والخامه ما بتفرقش ان كانت طريه او ناشفه، غير الصيف اللي انت محتاجه تجيبي خامه قطن 100% عشان الاولاد ما يحرروش. تمام. وهي زي ما شايفين من جوه متبطنه تبطينه حلوه خالص وتدفي وجميله جدا. يا رب تكونوا استفدتوا. اشتريتي دي على قد الايد وروتيني الخفيف والبسيط. يا رب يعجبكم وينال رضاكم، واتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا